السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا ولاد انا اتأخرت عليكم في الحل ده. ان شاء الله هناخد معاه، هنبتدي فصل والفصل هنبدأ نتكلم فيه على كل حاجة. طبعا الكلام ده يخص بتاع الازهر بس، بتوع تربية وتعليم لا. بس حتى لو حد عاوز من بتوع تربية وتعليم يتفرج فهو برضك هيستفاد، عشان هحاول على قد ما اقدر ان انا الم الفصل كله، ان انا اعمل فيه الشرح بتاعه. هنحل ان شاء الله كتاب اكتشف. هنحل الاختبار التجريبي البوكلت الاولاني، وانت عليك تحل البوكلت التاني، وانا حل مع البوكلت الاولاني هيفتح لك الحلول بتاعه البوكلت التاني. السؤال الاولاني بيقول لنا اختار يعني الدعامة الفسيولوجية تتمثل في ايه. احنا خدنا قبل كده اللي هي الدعامة في النبات حاجتين. عندك الدعامة في النبات يا اما دعامة فسيولوجية يا إما دعامة تركيبية. الدعامة الفسيولوجية قلنا بتتناول الخلية نفسها ككل نتيجة انتفاخها وكبر حجمها. طب هي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الخاصية الاسموزية. طب بتحصل ازاي؟ قلنا بتحصل ان احنا عندنا ادى الفجوة العصارية بيدخل المية بالخاصية الاسموزية جوه الفجوة العصارية. نتيجة ان المية بتدخل جوه الفجوة العصارية فبيبدأ يزداد حجم العصير الخلوي. لما بيزداد حجم العصير الخلوي بيزداد ضغطه، يبدأ يضغط على البروتوبلازم. لما بيضغط على البروتوبلازم يدفعه للخارج نحو الجدار، وبالطريقة ديت بتنتفخ الخلية وتصبح ذات جدار متوتر. طب ايه بقى الحاجات اللي بتقول لنا ان النبات عنده دعامة فسيولوجية؟ قلنا عندنا كذا حاجة. عندنا كبر حجم الثمار الضامرة او المنكمشة عند وضعها في الماء، وده لو جالي علل اللي هو كبر حجم الثمار او انتفاخ حبات الزبيب عند وضعها في الماء، هنقول نتيجة اكتسابها الماء بالخاصية الاسموزية فتنتفخ الخلية وتصبح ذات جدار متوتر. وعندنا ضمور وانكماش البذور الغدة عند تعرضها للجفاف الشديد. السبب فقد خلايا للمية ففقدت دعامتها الفسيولوجية فزال توتر الجدار. عندنا ذبول أوراق وسيقان النباتات العشبية عند تعرضها للجفاف الشديد ثم إعادة استقامتها إذا ما رويت التربة. وده سبب فيها ايه؟ الجزء الاولاني الذبول ده نتيجة فقد خلايا للمية فتفقد دعامتها الفسيولوجية. الجزء الثاني استعادة استقامتها نتيجة انتفاخ خلاياها بالمية فتصبح ذات جدار متوتر فتكتسب الدعامة الفسيولوجية. طب الدعامة بقى التركيبية. الدعامة التركيبية بتتناول زيادة سمك جدر الخلايا او اجزاء منها. طيب ديت ليه بقى؟ بغرض ايه؟ اول حاجة حماية الانسجة الداخلية للنبات. تاني حاجة منع فقد الخلايا للماء. تالت حاجة اكساب النبات القوة والصلابة، يعني تدعيم النبات. طب ايه بقى وسائل الدعامة التركيبية؟ اللي هو ترسيب مواد صلبة. المواد الصلبة ديت زي مين؟ زي سلولوز زيادة على الخلايا زي الخلايا الكولانشيمية او الليجنين، وده بيبقى موجود على الخلايا الاسكلرانشيمية. والخلايا الاسكلرانشيمية اللي هي زي الالياف
والخلايا الحجرية. ترسيب مادة السيوبرين، ومادة السيوبرين ده بيبقى على الخلايا الفلينية. عندنا احنا في خلايا لها دعامة فسيولوجية بس، وفي عندنا خلايا عندها الدعامة الفسيولوجية والدعامة التركيبية، وفي عندنا خلايا دعامة تركيبية فقط. طب ازاي؟ الدعامة الفسيولوجية فقط ديت الخلايا البرانشيمية، عشان هي خلايا نباتية عادي ما فيهاش اصلا، مش مترسب عليها مادة السلولوز. بس مادة السلولوز ديت موجودة في كل الخلايا، كل الخلايا النباتية اصلا بتتركب بصفة اساسية من مادة السلولوز. خلايا بقى دعامة فسيولوجية مع الدعامة التركيبية ديت عبارة عن ايه؟ ديت الخلايا الكولانشيمية زائد خلايا بشرة ورقة النبات. الخلايا التركيبية فقط ديت الخلايا الفلينية، وديت متفقين ان هي خلايا ميتة علشان عليها مادة السيوبرين، والخلايا الاسكلرانشيمية وديت برضو خلايا ميتة. طب نرجع بقى للسؤال بتاعنا. هو بيقول لنا الدعامة الفسيولوجية في النبات هتتمثل بايه؟ يبقى هتتمثل على طول بانتفاخ الخلايا النباتية نتيجة امتلاءها بالماء. طب ترسيب مادة السلولوز على جدران الخلايا، ترسيب مادة السلولوز ديت هتمثل لي دعامة تركيبية. بيقول لنا العظمة التي تعمل على التحام الضلوع من الأمام. الضلوع ديت من مكونات مين؟ من مكونات القفص الصدري. طب ايه هي مكونات القفص الصدري؟ القفص الصدري بيتكون من 12 زوج من الضلوع زائد عظمة القص زائد الفقرات الظهرية. ديت اللي هو مكونات هيكل القفص اللي هي الصدري. ال 12 زوج من الضلوع ديت بتتصل من الأمام بعظمة القص، وبتتصل من الخلف بالفقرات الظهرية. طيب هي كل الضلوع ال 12 زوج بيتصلوا بعظمة القص من الأمام والفقرات الظهرية من الخلف؟ لا. بص يا باشا، احنا عندنا 10 أزواج من الضلوع، اللي هي الضلوع ال10 أزواج الأولى ديت بتتصل من الأمام بالقص ومن الخلف بالفقرات الظهرية. هتبقى معانا كام؟ زوجين، اللي هما كام؟ الزوج ال11 والزوج ال12. الزوج ال11 والزوج ال12 دي زوج من الضلوع قصيرين، عشان كده بيتصل من الخلف فقط بالفقرات الظهرية. طيب انه فقرات ظهرية؟ بالفقرة رقم 18 والفقرة رقم 19. طب دول بنسموهم ايه؟ بيسمى بالضلوع العائمة. يبقى الضلوع العائمة طبعا هو مش هيجي يقولك ما المقصود بالضلوع العائمة، هو يجي يقولك الضلع العائم الأخير، الضلع العائم اللي قبل الأخير بيتصل بالفقرة رقم كام؟ يبقى بيتصل بالفقرة رقم 18 وبالفقرة رقم 19. طب بيتصل بالقص؟ لا، ما بيتصلش بالقص. يبقى معنى كده عدد الضلوع اللي بتتصل بالفقرات الظهرية كام؟ هيكون كل الضلوع يعني 14 ضلع او 12 زوج. عدد الضلوع التي تتصل بالقص كام؟ هيبقى 20 ضلع او 10 ازواج. عدد الضلوع التي لا تتصل بالفقرات الظهرية كام؟ لا غلط، ده هما 0. كل الضلوع بتتصل بالفقرات الظهرية. عدد الضلوع التي لا تتصل بالقص كام؟ هيبقى 4 ضلوع، علشان احنا قلنا ان الزوجين الاخرانيين ما بيتصلوش بعظمة القص. طب لما يجي يقولك عدد العظام التي تتصل بالقص، عدد العظام اللي بتتصل بالقص، القص بيتصل من هنا ترقوة ومن هنا ايه؟ ترقوة، يعني في عظمتين زائد 10 ازواج من الضلوع، يعني 22 عظمة. ال 22 عظمة اللي هم 20 ضلع زائد 2 عظمة ايه؟ عظمة ترقوة. تمام. طب لما يكون عاوز منك رقم الفقرة اللي بتتصل بها الضلع، لو قالك من ضلوع
العمود من فقرات العمود الفقري، فبيساوي ايه؟ بيساوي رقم زوج الضلوع زائد 7. ده لو قال لي من ايه؟ من فقرات العمود الايه؟ العمود الفقري. يعني ايه؟ يعني لو جاي قايل لك مثلا الضلع او زوج الضلوع مثلا السادس بيتصل بالفقرة نقط من فقرات العمود الفقري. زوج الضلوع السادس بيتصل بالفقرة نقط من الفقرات الظهرية. هو في اختلاف؟ طبعا في اختلاف. ايه الاختلاف؟ لو قال لي من فقرات العمود الظهري، من فقرات العمود الفقري، فانت بتقوم جاي مطبق القانون بتاعك اللي هو زوج الضلوع اللي هو 6 زائد كام؟ زائد 7. طيب قال لي زوج الضلوع السادس من الفقرات الظهرية، الضلع الاول بيتصل بالفقره الظهريه الاولى، الضلع الثاني بيتصل بالفقره الظهريه الثانيه، الضلع الثالث بيتصل بالفقره الظهريه الثالثه، وهكذا. يبقى السادس بيتصل بالفقره الظهريه السادسه. تمام يا باشا؟ يبقى نشوف بقى، هو بيقول لي العظمه التي تعمل على التحام الضلوع من الامام. يبقى اللي هيعمل على التحام الضلوع من الامام هي عظمه الايه؟ عظمه القص. يطلق على سيتوبلازم الالياف العضليه، يطلق على سيتوبلازم الالياف العضليه باسم الساركوبلازم. طب نفتكر كده مع بعض بالمره اللي هو ايه هو تركيب الليفه العضليه. الليفه العضليه اللي هي بتمثل ايه؟ الوحده البنائيه للعضله الهيكليه. الليفة ديت بتتكون من ايه؟ بتتكون من المادة الحية اللي هي عبارة عن البروتوبلازم. والبروتوبلازم اصلا خدناه قبل كده في السنة اولى ان هو بيتكون من نواة زائد سيتوبلازم. طيب هنا بقى دي عضلة هيكلية فهي عديدة الانوية، يعني ما فيهاش نواة واحدة، فيها اكتر من ايه؟ من نواة. السيتوبلازم ده بيطلق عليه الساركوبلازم، والساركوبلازم ده بيحاط بغشاء، الغشاء ده بيسمى بالساركوليما. يبقى احنا قلنا خلاص اللي هو سيتوبلازم الالياف العضليه بيطلق عليه الساركوبلازم. هتكلم بعد كده على اللي موجود اللي هي المناطق اللي موجوده جوه الليفه العضليه. يعني الليفه العضليه انتوا فاكرين ان هي بتحتوي على حاجات اصغر منها اسمها لوليفات، عدد من اللوليفات العضليه. اللوليفات العضليه ديت عددها كام؟ عددها من 1000 الى 2000 لوليفه في الليفه الواحده. طب بيقول لي بيتصل الطرف السفلي للرسغ اليدي بايه؟ طيب ما نفتكر كده مع بعض ايه هي اصلا مكونات الطرف العلوي. الطرف العلوي يا باشا بيتكون من ايه؟ كل طرف علوي بيتكون من عضد، بعد كده عظمتي الساعد، بعد كده اللي هو عظام اليد. عظمة العضد بيجي من فوق لها راسها ديت بتدخل جوه التجويف الايه؟ التجويف الأروح. بتنتهي من تحت بنتوء داخلي. النتوء الداخلي ده بيدخل فين؟ احنا عندنا الساعد ده بيكون من عظمتين اللي هي عظمة الزند وعظمة الكعبر. عظمة الزند طرفها العلوي فيه تجويف، التجويف ده بيدخل في مين؟ بيدخل فيه النتوء الداخلي لعظمة العضد علشان هيدخل ويكون لنا مفصل مفصل الكوع. بعد كده في عندنا عظمة الكعبرة ما بتتصلش من فوق بعظمة العضد، والعظمة ديت بتتحرك حركة نص دائرية حوالين عظمة الزند الثابتة. والحركة النص دائرية لعظمة الكعبرة ديت هي اللي بتسبب التواء الساعد، هي اللي بتسبب التواء الساعد. بعد كده عظام اليد. عظام اليد اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الرسغ، وعبارة عن راحة اليد، وعبارة عن الأصابع. رسغ اليد ده بيتكون من كام؟ بيتكون من 8 عظيمات. ال8 عظيمات ديت موجودة في صفين. ادي ال8 عظيمات. لو انت بصيت هتلاقي ان ال8 عظيمات واصلين بالطرف السفلي لعظمة الكعبرة، وهيتصلوا بقى بمين؟ بالطرف العلوي لعظام راحة
اليد. عظام راحة اليد اللي هي بتتكون من كام؟ بتتكون من 5 أمشاط، كل مش بينتهي بإصبع، كل إصبع بيتكون من 3 أصابع ما عدا إصبع الإبهام بيتكون من كام؟ كل إصبع معلش بيتكون من 3 سلميات ما عدا الإبهام بيتكون بس من ايه؟ من سلميتين. واحنا اتفقنا ان الوضع التشريحي مش وانت حاطط ايدك كده، الوضع التشريحي وانت عامل ايدك كده. عظمة الزند اللي هي العظمة اللي بتكون ناحية الايه؟ الصابع الصغير، وعظمة القعبرة بتبقى ناحية الصابع الايه؟ الصابع الكبير. يعني هنا لو انا هرسم كام سلمية؟ ها؟ ايوه هرسم سلميتين، وهنا هرسم الايه؟ ال3 سلميات بتوع الايه؟ الاصبع الايه؟ الاصغر. يبقى انا عندي اهو يتصل الطرف السفلي لرسغ اليد من تحت اهو، ادي الطرف السفلي اهو لرسغ اليد، يبقى هيتصل بعظام مين؟ ها؟ بعظام راحة الايه؟ راحة اليد. طب الطرف العلوي هيتصل بايه؟ بالطرف السفلي للقعبرة، مش الطرف الايه؟ مش الطرف العلوي. عدد الوصلات العصبية العضلية، فعضلة تتكون من 50 ليفة عضلي. السؤال اللي انتوا ايه بتعزوا قوي على قلبكم طبعا، عشان ده لازم نشرح فيه الوحدة الحركية. نركز كده بقى ايه يا كبد. بص يا باشا، احنا قلنا ان الوحدة الحركية ديت بتمثل ايه؟ بتمثل الوحدة الوظيفية للانقباض العضلي. طبعا انا كنت شرحها بالتفصيل فانتوا راجعوا عليها، فانا هحاول اشرح بسرعه عشان الحق ان انا اخلص بس الامتحان. الوحده الحركيه هي الوحده الوظيفيه للانقباض العضلي. الوحده الحركيه كل وحده حركيه بتغذي 1 حزمه عضليه. يعني معنى كده ان انت عندك عدد الوحدات الحركيه هتساوي عدد الحزم العضليه هتساوي ايه؟ هتساوي عدد الخلايا العصبية الحركية. قلنا لما بيجي يدخل ليف عصبي حركي يدخل جوه عضلة هيكلية، يبدأ يتفرع لعدد كبير من الايه؟ من الافرع، بحيث ان كل تفرع منهم هيغذي ليفة عضلية واحدة. طب احنا كنا بنقول ان هو اهو كل ليف عصبي حركي بيعمل ايه؟ بيغذي من كام لكام الاول؟ من 5 إلى 100 من الالياف العضلية. 5 ده بيمثل لي ادنى عدد من الالياف اللي هيغذيه، 100 ده بيمثل لي اقصى عدد من الالياف العضلية. في فرق في السؤالين دول. مثلا لما يجي يقولك انت معاك عضلة مثلا، والعضلة ديت كفرضا بتتكون من 600 ليفة عضلية، ويقولك هاتلي أدنى عدد من الوحدات الحركية اللي تغذي العضلة، ولما يقولي هاتلي أقصى عدد من الوحدات الحركية اللي تغذي العضلة. أدنى عدد بيساوي عدد الألياف اللي هو مديهالي في المسألة على 100، يعني 600 على 100 يعني هيساوي 6 ألياف، يعني 6 وحدات حركية، 6 خلايا عصبية، يعني أنا معايا 6 حزم عضلية. طب التانية بقى أقصى عدد، يبقى أنت بتساوي عدد الألياف وتقسمها على إيه؟ وتقسمها على 5. طيب الوصلة بقى العصبية هي عبارة عن إيه؟ إحنا بنقول أهو لما بيجي يدخل الليف العصبي الحركي هو بيتفرع ماشي، وبينتهي بايه؟ بينتهي بنهايات عصبية. كل نهاية من عصبية من دول هتبدأ تتصل بالصفائح النهائية الحركية الموجودة على ايه؟ على سطح الغشاء البلازمي للليفة العضلية، اللي هو سطح الغشاء البلازمي اللي هو مين؟ الساركوليم يا شاطرين، اللي موجود على سطح غشاء الليفة العضلية، الغشاء البلازمي للليفة العضلية، ويكون ايه بقى؟ يكون وصلة عصبية عضلية
يكون لي تشابك عصبي عضلي. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان عدد الوصلات العصبية العضلية هيساوي ايه؟ هيساوي عدد الالياف العضلية، هيساوي عدد الالياف الايه؟ العضلية اللي هو مدالي. يبقى احنا متفقين عدد الوحدات الحركية، عدد الوحدات الحركية بتساوي عدد الحزم بتساوي عدد الخلايا العصبية. قال لك عضلة فيها 5 حزم يبقى فيها 5 وحدات حركية، عدد الخلايا العصبية فيها 5. لكن عدد الوصلات العضلية بتساوي عدد الألياف العضلية، بتساوي عدد الألياف العضلية. ف1000 يبقى في عدد الوصلات العصبية 1000 وصلة عصبية. فيها 1 يبقى فيها ايه؟ فيها 1. طبعا ما بيجيش 1 يعني فيها 5 يبقى فيها عدد الوصلات 5. فيها 1,000,000 يبقى في عدد الوصلات العصبية بيكون برضو ايه؟ 1,000,000. يبقى عدد الوصلات العصبية في عضلة بتتكون من 50 ليفة عضلية يبقى هيساوي كام؟ صح، يبقى هيساوي 50 ليفة عضلية. طب بيرجع التقلص العضلي عند التعب إلى تراكم تمام حمض الايه؟ حمض اللاكتيك. طب هو أصلا التعب العضلي اللي هو ايه؟ التعب العضلي اللي هو الإجهاد العضلي، اللي هو الإجهاد الايه؟ الإجهاد العضلي. طب ده بيرجع نتيجة ايه؟ ده بيرجع نتيجة انقباض العضلة بصورة سريعة ومتتالية. طب لما هتنقبض بصورة سريعة ومتتالية ده يؤدي إلى ايه؟ ده بيؤدي إلى عدم وصول الأكسجين بالسرعة الكافية للعضل. طب احنا عاوزين الاكسجين ليه؟ علشان العضلة عاوزة تعمل تنفس، علشان تطلع جزيئات الاتي بي. ففي الحالة ديت فتلجأ العضلة الى ايه؟ الى تحويل الجليكوجين. اللي هو ايه الجليكوجين ده؟ اللي هو نشا حيواني. اللي هو ايه برضو النشا ده؟ الجليكوجين ده المخزون الفعلي للطاقة. تبدأ بقى تحوله الى ايه؟ تحوله الى سكر جلوكوز. سكر الجلوكوز ده يتأكسد بالتنفس اللاهوائي ويكون 2 ATP اللي هو قدر ضئيل من الطاقة، بيكفي العضلة للقيام بوظيفتها. طيب احنا قلنا هنا ده ايه؟ ده مخزون فعل للطاقة. انا عندي في مخزون مباشر وفي عندي مخزون فعلي. المخزون المباشر هو الATP والمخزون الفعلي هو الجليكوجين، والمصدر المباشر للطاقة هو سكر الجلوكوز. طيب برضك هيسبب تعب عضلي ليه؟ علشان هنا مع الاتنين ATP دول هيترتب عليهم، هينطلق معاهم 2 حمض لاكتيك. فكل شويه 2 ATP مع حمض لاكتيك، 2 ATP الحمض اللاكتيك يبدأ بقى ايه؟ يتراكم. ولما هيتراكم هيسبب بقى اجهاد للعضله. اجهاد العضله ده يعني ده حمض، والمفروض ان احنا الدم بتاعنا والعضلات بتاعتنا ماشيه بPH قلويه. فتراكم حمض اللاكتيك ده هيقلل الPH الPH للعضله، فهو اللي بيعمل خدل او تعب تعب للعضله. يبقى اثناء الاجهاد اللي بيحصل جوه العضله موجود عندك حمض اللاكتيك، جوه العضله موجود عندك حمض اللاكتيك، بره العضله موجود عندك حمض الخليج. حمض الخليج ده اللي هو نتيجة ايه؟ ان انزيم الكولين استريز يا باشا كمان هو هيكون شغال، فهيدخل على الاسيتايل كولين اهو. ادي الاسيتايل كولين هيدخل عليه انزيم الكولين استريز بطريقة القفل والمفتاح، يحطم الاسيتايل كولين الى ايه؟ الى كولين وحمض ايه؟ وحمض خليج. يبقى اثناء الاجهاد العضلي جوه العضله حمض لاكتيك، بره العضله حمض حمض الخليج. طيب بيقول لنا هنا اكتب البيانات التي تشير الى الارقام 1 و2 و3. دي عباره عن ايه؟ الشكل اللي قدامنا ده مفصل الركبه. طبعا العظمه ديت عظمه الفخذ، شاطرين. بعد كده عظمه كبيره قصبه، عظمه صغيره
الصغيرة، عظمة عظمة الشظية. طب بيقول لي هو المنظر ده ركبة يمين ولا ركبة شمال؟ انت طالما بص عندك ده اللي احنا كنا بنسميها اللقيمات، عندك الجزء ده، يبقى على طول ده منظر ده منظر خلفي. طيب اوكي، منظر خلفي برضو اعرف يمين وشمال من شمال ويمين من انت عندك هنا بص، لو في المنظر الامامي انت بيبين معاك الرضفة، ما بانش معاك الرضفة ما بيجيش معاك اللي هو اللقيمات ديت. في المنظر الامامي لو القصبة يمين على طول ده طرف طرف ايمن. لو القصبة شمال يبقى ده طرف طرف ايسر. طب منظر خلفي اعكسها بقى، القصبة هنا القصبة اللي موجود عندك شمال يبقى على طول ده طرف طرف ايمن. تعكس تعكس الوضع معاك، يبقى ديت الركبة يبقى المنظر اللي معاك ركبة يمنى، ركبة ركبة يمنى. تمام يا باشا؟ طيب بيقول لك هنا علل تتميز الأربطة بأنها نسيج ضام قوي ومرن. ضم قوي دي حاجة ومرن حاجة، يعني ديت هتبقى نص درجة والتانية ديت نص درجة. ضم قوي علشان هي مسؤولة عن ربط العظام ببعضها عند المفاصل. طيب مرن ليه؟ مرن حتى تسمح بتمدد الرباط قليلا عند تعرض المفصل لضغط خارجي حتى لا ينقطع. الأربطة دي كان هي وظيفتها؟ الرباط الوظيفة بتاعته تحديد اتجاه حركة العظام في الاتجاهات المختلفة. يعني هو اللي يخلي مفصل الركبة مفصل محدود الحركة، ومفصل الكوع مفصل محدود الحركة بس طالع للأمام، مفصل زي الكتف مفصل واسع الحركة. طيب الأربطة ديت موجودة في كل أنواع المفاصل؟ لا. الأربطة لما يجي يقولك العظام في جسم الإنسان جميعها ترتبط معا بواسطة أربطة، أو الأربطة مسؤولة عن ربط العظام في جميع أجزاء جسم الإنسان أو في جميع المفاصل. العبارة ديت خطأ. طب خطأ ليه؟ عشان انت عندك عظام الجمجمة بترتبط معا بواسطة أنسجة ليفية، ومع تقدم العمر تتحول إلى أنسجة عظمية. على المنهج بتاعنا ان احنا عندنا الرباط ما بيربطش العظام الملتحمة. طيب لما يجي يقول لي برضك حاجة على الأربطة، بتقتصر وظيفة الأربطة على الجهاز الهيكلي، برضك العبارة ديت خطأ. طب خطأ ليه؟ عشان احنا عندنا بتوجد الأربطة في الجهاز التناسلي الأنثوي. ازاي؟ ان هي بتربط بين أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي حتى تسمح له بالتمدد أثناء الحمل. طيب حصل قطع في الرباط أكتر من مرة، رباط صليبي أكتر من مرة مثلا، وتم استبدال الرباط بوتر، هل في الحالة ديت هتنعدم الحركة؟ لا، مش هتنعدم الحركة، لكن ايه اللي هيحصل في الحالة ديت؟ لن يتم تحديد اتجاه حركة المفصل. طب لما يجي يقولك ايه هو السبب في قطع رباط؟ الرباط بيتقطع عند حدوث التواء في المفصل. طيب نتيجة بقى قطع
الرباط. نتيجة قطع الرباط في اي مفصل يجيبهولك هتقوله عدم ثبات عظام المفصل اللي هو هيديهولك، وبالتالي لن يتم تحديد اتجاه حركة المفصل. يعني الشخص مش هيبقى قادر ان هو يحرك المفصل ده تقريبا اللي هي الاسئله اللي ممكن تجيلي على الاربطه. طب ليه بينصح الرياضيون بتناول الاطعمه الغنيه بعنصر الكالسيوم؟ عنصر الكالسيوم اول حاجه بيدخل في بناء العظام، فبيعمل على ايه؟ بيعمل على تقويتها. طيب هي ديت الاجابه؟ لا، هي دي ممكن تكون نقطة من الإجابة، بس هو جايبها على أساس المنهج بتاعك إن أنت هتقول إن عنصر الكالسيوم ليه دور هام في الانقباض العضلي. طيب هو إزاي ليه دور في عملية الانقباض العضلي؟ عندك حاجتين. أول حاجة اللي هو مسؤول عن إيه؟ هو المسؤول عن تحرير النواقل الكيميائية اللي هي مين؟ اللي أهمها الأسيتايل كولين، اللي هو هينقل السيال العصبي من الخلايا العصبية، هيوصله عندك للليفة العضلية فيحصل لها عملية إصابة. تاني حاجة داخل العضلة ليه دور في إيه؟ إن هو جوه العضلة ليه دور في تكوين الروابط المستعرضة اللي بتصل من خيوط الميوسين وبتطلع من خيوط الميوسين تجاه خيوط الأكتين. وانت عارف ان الروابط المستعرضة تعمل كخطاطيف بتقوم بسحب خيوط الأكتين المتجاورة في اتجاه بعضها البعض، مما يعمل على انقباض العضلة. يعني من غير ايونات الكالسيوم مفيش اصلا في سيال عصبي، مفيش انقباض عضلي، يبقى كأن العضلات في حالة انبساط مستمر. طيب يجب ان ترتاح العضلة بعد حدوث الشد العضلي عشان يصل اليها كمية كافية من الاكسجين. طب لما حصل لها كمية كافية من الاكسجين ديت هتعمل ايه؟ هتقوم تقوم بالتنفس الهوائي. لما هتقوم بالتنفس الهوائي هتنتج اللي هو 38 ATP اللي هو ايه؟ قدر كافي من الطاقة. القدر الكافي من الطاقة ديت هيعمل على فصل الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين، فبالطريقة ديت بترجع العضلة لوضع الراحة. طيب نفتكر مع بعض ايه هي اصلا اسباب الشد العضلي. اسباب الشد العضلي في اكتر من سبب. قلنا اول حاجة في عندنا سبب تناقص الATP. طب هو الATP لما هيتناقص هيعمل ايه؟ لما الATP هيتناقص ده هيؤدي الى عدم انفصال الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين، فتظل مرتبطة بها وغير قادرة على الانفصال، فيسبب شد عضلي مؤلم. تاني حاجة في عندنا سبب كيميائي، ممكن يكون نتيجة أصلا غياب إنزيم الكولين أستريز. غير انزيم الكولين أستريز مش هيحصل فيه تحطيم النقل الكيميائي الأسيتايل كولين. ممكن يكون بسبب عصبي اللي هو وصول السيالات العصبية الغير صحيحة من المخ إلى العضلات، مما يتعارض مع الأداء الطبيعي لعمل العضله. اللي احنا كنا لو انتوا فاكرين كنا بنقول اللي هي التشنجات العضليه او الكهرباء اللي احنا بنسميها زياده، اللي هي العضله تفضل تنقبض دون توقف، او بسبب هرموني
السبب الهرموني اللي هو نقص افراز هرمون الباراثيرمون. لما الباراثيرمون هيتوقف هيقل، يبقى معنى كده بينقص الايه؟ بينقص الكالسيوم. ده مش عندنا، قلنا ده مش عندنا في المنهج. اللي هو هتسبب ايه؟ هو لما بينقص الكالسيوم في جسمك مضخة الصوديوم بتفضل مقفولة، فالصوديوم ما بيطلعش بره ايه؟ بره مرة تانية. طيب السؤال اللي بعده بيقول بيحيط النبات نفسه بطبقة من مادة الفيلين. احنا لسه قايلين اهو مادة الفيلين دعامة ايه؟ دعامة تركيبية غير منفذة للماء، مرصب فيها مادة السيبرين. مادة الفيلين ديت بتبقى موجودة على الشجر. طب ايه وظيفتها؟ هي من المواد الصلبة. يبقى اول حاجة بتعمل على تدعيم النبات واكسابه القوة والصلابة، زائد بتساعد على حماية الأنسجة الداخلية للنبات. طيب جزيئات الاتي بي تلعب دور مزدوج اثناء الانقباض العضلي. طب يقول لنا جزيئات الاتي بي تلعب دور مزدوجا في الانقباض العضلي. الاتي بي له دور في اثناء الانقباض واثناء الانبساط. الاتي بي اثناء الانقباض بتعمل على ايه؟ الاتي بي احنا قلنا ان الروابط المستعرضة بتعمل ايه؟ بتعمل كخطاطيف هتبدأ تسحب بمساعدة الطاقة المختزنة في الاتي بي المجموعات المتجاورة من خيوط الأكتين في اتجاه بعضها البعض، فده هيسبب ايه؟ فتتقارب خطوط زد من بعضها، فده يسبب تقلص العضلة. وأثناء الانبساط بتنفصل الروابط المستعرضة برضك عن خيوط الأكتين، وديت احنا قايلينها قبل كده، بمساعدة الطاقة المختزنة في الاتي بي، فتعمل بقى تأثير عكسي، فتتباعد خطوط زد عن بعضها، فترجع العضلة لوضعها الأساسي. افتكر ان اثناء الانقباض العضلي التغيرات اللي بتحصل في الأليفة العضلية ان طول المنطقة اي ده بيقل. وبيقل ليه؟ علشان نتيجة تقارب خيوط الأكتين من بعضها البعض. وطول المنطقة اتش بيقل، وممكن ان هو ينعدم، ده في حالة الانقباض الشديد. وطول القطعة العضلية اللي هو الساركومير برضك بيقل. ايه هي الحاجة الوحيدة اللي بتظل ثابتة؟ وده بسبب ايه؟ ان خيوط الميوسين خيوط ثابتة غير متحركة. ماشي يا باشا؟ طب بيقولك بتسمح المفاصل الزلالية بحركة العظام التي تربطها بسهولة وبأقل احتكاك. ديت عندك نقطتين فيها. اول حاجة هتقول ان هو بيغطي اسطح العظام المتلامسة بطبقة من مادة غضروفية شفافة. المادة الغضروفية الشفافة ديت بتعمل ايه؟ اللي هي وظيفة الغضاريف عموما، اللي هي بتسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك. تاني حاجة ان هو بيوجد ايه؟ بيوجد سائل مصلي او زلالي. قلنا سائل مصلي او زلالي ده بيزحلق العظم ببعضه، بيساعد على انزلاق الغضاريف التي تكسو اطراف العظام المتلامس. قلنا ان احنا عندنا المفاصل الزلالية دهيت بتشكل معظم مفاصل الجسم، وفيها نوعين. في عندنا يا اما مفاصل زلالية واسعة الحركة، يا اما في عندنا مفصل زلالي محدود الحركة.
وسع الحركة ان هو بيتحرك في جميع الاتجاهات، زي مفصل عندك الفخذ وزي عندك مفصل الكتف. محدود الحركة اللي هو مفصل الكوع ومفصل الركبة. طب يقول لنا ظلل الدائرة ذات الحرف الدال على الإجابة من كل دول. الحرقفة هي إحدى عظام الحوض. في الأزهر عموما هو بيحب أوي سؤال عظام الحوض ده. عظام الحوض اللي هي من مكونات الحزام الحوضي. بتتكون من ايه؟ بيتكون الحزام الحوضي من نصين متماثلين، كل نص. عظام الحوض اللي هو الحزام الحوضي بيتكون من نصين متماثلين، كل نص بيتكون من 3 عظام: عظمة الحرقفة الظهرية، وعظمة العانة، وعظمة الورك. عظمة الحرقفة الظهرية عظمة ظهرية. العظمة الظهرية دهيت بتتصل من الناحية البطنية، بتتصل من الناحية البطنية الأمامية بعظمة العانة، وبتتصل من الناحية البطنية الخلفية بعظمة الورك. موضع اتصال الحرقفة بالعانة بالورك ده بيدينا التجويف الحقي اللي بيستقر فيه راس عظمة الفخذ عشان يدينا مفصل الفخذ. يعتبر مفصل الركبة من المفاصل، واحنا لسه قايلينها دلوقتي، مفصل زلالي محدود الحركة. طب نفتكر كده مفصل ليفي زي مين؟ ايوه زي مفاصل الجمجمة. قلنا المفاصل اللي فيها ديت لا تسمح بحركة العظام، بترتبط العظام مع بعضها بواسطة أنسجة ليفية، ومع تقدم العمر تتحول إلى أنسجة عظمية. المفاصل الغضروفية زي عظام العمود الفقري كلها، لا مش كلها، العنقية وعندك القطنية وعندك الظهرية. العجز والعصعص عظام مفاصل ليفية عشان غير متحركة، وديت بتسمح بحركة محدودة جدا للعظام. وسعة الحركة زلالية زي مفصل الفخذ وزي مفصل الكتف. طب المركبات التي تنتج من تحلل اسيتيل الكولين قايلينها قبل كده، اللي هي مادة الكولين ومادة حمض الخليج، وديت بتتكون في مناطق التشابك العصبي العضلي. قلنا في جزء من الثانية بعد ما خلاص ما بيحصل انقباض العضلة بيبدأ يطلع انزيم الكولين السريز. انزيم الكولين السريز ده مكانه فين؟ مكانه في منطقة التشابك العصبي العضلي، في الفراغ اللي موجود ما بين النهايات العصبية وبين غشاء الليفة العضلية، يعني لا موجود جوه الخلايا العصبية ولا موجود جوه الليفة العضلية. قلنا الانزيم ده بيعمل عليه بيحطم الاسيتيل كولين الى كولين وحمض خليج، فبيرجع للعضلة نفاذيتها زي وضع الراحة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لنا تتكون اللوليفة العضلية اللي احنا قلنا هنشرحها كمان شوية. ايه بقى تركيب اللوليفة العضلية ديت يا باشوات؟ قلنا ان كل لوليفة عضلية، هو عاوز اللوليفات مش عاوز الليفة. كل لوليفة عضلية بتتكون من ايه؟ بتتكون اول حاجة من مناطق مضيئة. المناطق المضاءة ديت بيرمز لها بالرمز I. بتتكون من ايه؟ بتتكون من خيوط بروتونية رفيعة اللي هي خيوط الاكتين، وبتتكون من الخيوط الاكتين الرفيعة. بيتوسطها خط داكن اللي هو خط زد، والمسافة بين كل خطين زد متتاليين ديت قلنا بتسمى بالقطعة العضلية او الساركومير. تاني حاجة بتتكون من مناطق معتمة او اقراص معتمة او داكنة، وديت بيرمز لها بالرمز A، وبتتكون من خيوط الاكتين الرفيعة زائد خيوط الميوسين السميكة. دي بقى بيتوسطها منطقة كاملة اللي هي منطقة شبه مضيئة يرمز لها بالرمز H.
وديت بتتكون من خيوط الميوسين السميكة فقط. اللي هو لما يجي يقولك ارسم قطعة عضلية، ارسم ليفة عضلية، قلنا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه بالمشقلب اهيت، وبنعمل في وشها حرف برضك ايه تاني. الحروف بتاعت خط ديت عبارة عن خيوط الاكتين. بنيجي هنا في نصها، طبعا قلنا احنا بنرسم على سطر ونسيب ونسيب سطر عشان يبقى في مساحة ان انا اعمل خيوط الميوسين. ادي خيط الميوسين وطالع منه رؤوس خيوط الميوسين، وبرضك ادي خيط كمان ميوسين، ومنساش اعمل منه رؤوس الميوسين. خط الاكتين دوت بقوم جايه عامله هنا جنبه خيط ميوسين، وخيط الميوسين اعمل قصاده خيط اكتين، ميوسين اكتين، يعني عكس اللي احنا كنا عاملينه في النص. صح، ميوسين اكتين، ميوسين اكتين. قلنا ده زد وده خط زد. قلنا المنطقة المضيئة اللي هي بتبقى عبارة عن خيوط اكتين بس، فانت لو انت عملت اللي هي نهاية الميوسين هنا وبداية الميوسين هنا، ده هنلاقيها خيوط اكتين بس اللي هي المنطقة ونفس الكلام من الطرف التاني ديت المنطقة المنطقة ده هي كلها ديت عبارة عن المنطقة المنطقة اتش هي الحتة ديت اللي هي الجزء ده والجزء ده اللي هو بين القلم الازرق وبين القلم الاحمر اللي هي خيوط الميوسين بس، اللي هي ديت المنطقة اتش. بين زد وزد ديت عبارة عن القطعة العضلية او الساركومير. طب لو انت كتبت كده بس عملت البيانات كده يبقى انت كده تمام؟ لا، انت لازم بعد ما انت بتعمل كده بتقوم جاي عامل اي، تكتب تحت او جنبها اي ديت منطقة مضيئة، اتش ديت منطقة شبه مضيئة، ايه منطقة داكنة، زد خط داكن. قلنا زد ده اللي هو خط متعرج، ما بيبقاش خط زي ما احنا رسمينه خط مستقيم كده. طب بتتكون بقى، يبقى هنا بقى تتكون اللوليفة العضلية من خيوط اكتين رفيعة وخيوط الميوسين السميكة كده تمام. حركة اللمس وحركة النوم. حركة اللمس ديت بتخص نبات المسيحية بس، يمكن دراستها بوضوح في نبات المسيحية. قلنا الحركة اللي بيقوم بها كل انواع النباتات حركة الانتحاء هي اللي بتقوم بها جميع انواع النباتات. نبات زي نبات النرجس اللي هي ابصال النرجس. ابصال النرجس دي فيها كم نوع من انواع الحركة؟ كل النباتات بيبقى عندها الحركة الدائبة اللي هي الحركة السيتوبلازمية، اللي هو ان السيتوبلازم في دوران مستمر وفي اتجاه واحد. وقلنا بنقدر نستدل على الحركة ديت من خلال حركة البلاسيدات الخضراء المنغمسة فيه محمولة في طياره. السيتوبلازم هو اللي بيحرك البلاسيدات، وفيها حركة الشد بالجذور الشد ده. قلنا كل النباتات بتقوم بحركة الانتحاء. وظيفة الاتي بي وايونات الكالسيوم واحنا اتكلمنا عليهم في حركة العضلات الارادية، هتبقى عبارة عن سحب خيوط الاكتين باتجاه بعضها البعض لتنقبض العضلة، عشان حط معايا ايونات الكالسيوم، فما ينفعش ان انا اعمل فصل رابط المستعرضة عن خيوط الاكتين. طب يقول لنا صوب ما تحته خط. العضلات الملساء عضلات غير مخططة إرادية. طب أفكركم كده، هي العضلات عندك كم نوع؟ عندك عضلات اللي هي هيكلية، وعندك عضلات قلبية، وعندك عضلات ملساء. الهيكلية اتسمت بالهيكلية عشان هي بتتصل بالجهاز الهيكلي، والهيكلية ديت مخططة وإرادية. إرادية يعني الإنسان يقدر يتحكم فيها وعديدة الأنوية، بس ده ما بيلعبش بالعدد الأنوية ده معاك في الأزهر. قلبية ديت مخططة بس لا إرادية، يعني الإنسان لا يستطيع التحكم فيها.
العضلات الملساء عضلات غير مخططة وفي نفس الوقت عضلات لا إرادية لا يستطيع الإنسان التحكم فيها. يبقى لو انت بصيت العضلة القلبية بتجمع في خصائصها بين العضلة الهيكلية وبين العضلات الملساء. يبقى العضلات الملساء عضلات غير مخططة صح بس لا إرادية. يشترط أن يكون الهيكل عبارة عن قطع. القطع ديت ايه؟ بتتمفصل معا، بتتمفصل مع بعضها لتكوين مفاصل بما يتيح الحركة. احنا قلنا اصلا ان انت عندك شروط الحركة. عندك ايه هي شروط الحركة؟ شروط الحركة في الحيوان اول حاجة ان هو ان يتكون استغفر الله العظيم. مش على جوز. ايه هي شروط الحركة في الحيوان؟ اول حاجة ان يكون وجود هيكل صلب اللي هو مرتكز صلب ترتكز عليه العضلات. تاني حاجة ان ممكن يكون الهيكل عبارة عن قطع. القطع ده هي تتصل معا اتصالا مفصليا بما يتيح الحركة ويحفظ التوازن. ممكن بقى يكون الهيكل بتاعنا ايه؟ ممكن يكون الهيكل هيكل غضروفي، ممكن يكون الهيكل هيكل خارجي، ممكن يكون الهيكل داخلي. الهيكل الخارجي ديت زي مفصليات الأرجل، والهيكل الداخلي ممكن يكون غضروفي ممكن يكون عظمي. غضروفي زي الأسماك الغضروفية القرش والراي، والعظمي زي الأسماك العظمية وزينها زي الثدييات. تمام. طيب بيقول هنا تعتمد حركة الشد بالجذور تحدث حركة الشد بالجذور الشدة في مش ضرنات في أبصال النرجس. طيب نفتكر كده مع بعض حركة الشد بالجذور الشدة. حركة الشد بالجذور الشدة ديت بتحصل في الأبصال والكرومات. الأبصال زي أبصال النرجس والكرومات زي القلقال. طيب الحركة ديت الجذور الشدة ديت موجودة فين؟ الجذور الشدة موجودة أسفل الكرمة أو البصل. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ بتبدأ تتقلص الجذور الشد. لما بتتقلص فبتقوم جاية بتشد النبات لأسفل، فبيفضل النبات الشد لغاية لما بيهبط النبات إلى المستوى المناسب له من سطح التربة. يبقى فضل الجذور الشدة بتظل الساق الأرضية على بعد ملائم من سطح التربة، وده مما يزيد من تدعيمها وتأمين أجزائها الهوائية ضد تأثير الرياح. طب قال لي اللي هو الكرمات الجذور الشدة ديت مش موجودة،
هيترتب عليها ايه؟ يبقى لن تهبط الكرمة او البصلة الى المستوى المناسب لها من سطح التربة، وبالتالي لن يتم تدعيمها فتذبل الكرمة او البصلة وتموت. طب بيقول لنا بتساعد ايونات، لا السؤال الرابع معلش، في نبات المساحية بتحصل الحركة الكلية. طبعا احنا قلنا مفيش نبات بيقوم بالحركة الكلية غير طحلب، اسمه طحلب الكلاميدوموناس، ده هو الوحيد اللي بيعمل حركة كلية بصورة واضحة نتيجة تبادل الظلام. الحركة هنا هو اللي بيحصل ايه؟ لما بيجي الظلام بتبدأ تتقارب الوريقات وكأنما أصابها الذبول، وما بيجي النور بتبدأ تنبسط الوريقات. طيب يبقى هنا بقى الحركة بتاعتها هتبقى حركة ايه؟ حركة موضعية. تساعد ايونات الكالسيوم في تكوين الروابط المستعرضة. العالم الذي اقترح نظرية الخيوط المنزلقة او نظرية الانزلاق هو العالم هاكسل. طب نظرية الانزلاق اللي هو شغال اصلا عليها في الاسئلة من ساعتها، نظرية الخيوط المنزلقة اقترحها هاكسلي. قلنا ان النظرية ديت بتعتبر ايه؟ نظرية الخيوط المنزلقة ديت بتعتبر افضل النظريات اللي فسرت آلية الانقباض العضلي. طيب ليه بقى؟ لانها اعتمدت على التركيب المجهري الدقيق للالياف العضلية. اللي هو ايه بقى التركيب المجهري الدقيق للالياف العضلية؟ حيث كل ليفة عضلية بتتكون من لوليفات، وكل لوليفة بتتكون من نوعين من الخيوط البروتونية اللي احنا قلناها كذا مرة. ايه الخيوط البروتونية؟ اكتينية رفيعة، ميوسينية سميكة. بعد كده برضو هي اللي بتعتبر من افضل النظريات ان هو قارن بين وضع ليفة عضلية في حالة الانقباض واخرى في حالة الانبساط بالمجهر الالكتروني. وقال كل الكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده هفكركم فيه بسرعة، ان احنا قلنا اثناء الانقباض اللي بيحصل، قلنا اللي هو بيبدأ بيمتد رابط مستعرض من خيوط الاكتين من خيوط الميوسين تجاه خيوط الاكتين، تم تكوينه بمساعدة ايونات الكالسيوم. بعد كده الرابط المستعرضة دهيت بتبدأ تعمل كخطاطيف بتسحب خيوط الاكتين في اتجاه بعضها البعض، وده بمساعدة الطاقة المختزنة في جزيئات الاتي بي. بعد كده اثناء بقى الانبساط بتبدا تنفصل، بعد زوال المنبه بتبدا تنفصل الروابط المستعرضه عن خيوط الاكتين برضو بمساعده الطاقه المختزنه في الخيوط المختزنه داخل جزيئات الاتي بي. طب بعد كده السؤال وده احنا شرحنا، يعني هو بيقول لك هنا عضله مكونه من 500 ليفه عضليه، ما اكبر عدد من الوحدات الحركية؟ قلنا اكبر عدد اقسم على كام؟ ايوه صح، اكبر عدد اقسم على 5 يبقى 500 على 5 يبقى 100. طب بيقولك اقل عدد من ما الاعصاب الحركية احنا قلنا هي بتساوي عدد الوحدات الوحدات الحركية، يعني هي ما اقل عدد من الاعصاب الحركية هي نفسها ما اقل عدد من الوحدات الحركية، يبقى اقسم على كام؟ اقسم على 100 يبقى هيساوي 5. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ظل البر اختار يعني عدد الضلوع، بر عاملينه عدد الضلوع التي تتصل بالفقرات، كل الضلوع تتصل بالفقرات يبقى 24. قد يتكون داخل الليفة العضلية بعد الانقباض، ايه اللي هيتكون بعد الليفة العضلية داخل جواها بعد عملية الانقباض؟ حمض اللاكتيك. طب ليه ما خدتش حمض الخليك؟ عشان حمض الخليك يا باشا بيتكون بره، ما بيتكونش جوه. في اي مرحلة من الانقباض العضلي تنفصل خيوط الاكتين عن خيوط الميوسين؟ بتنفصل بعد زوال المؤثر.
او زوال المنبه. احنا قلنا ان العضلة بتمر بحالة الاستقطاب اللي هو الراحة، وحالة ازالة الاستقطاب او الاثارة، وحالة العودة الى الراحة او العودة الى الاستقطاب. في حالة ازالة الاستقطاب بترتبط خيوط الاكتين بخيوط الميوسين. في حالة استعادة الاستقطاب بترجع تنفصل روابط المستعرضة، لو تنفصل خيوط الاكتين عن خيوط الميوسين. يبقى الاجابة د. حجم الفقرة رقم 19. الفقرة رقم 19 اخر فقرة ظهرية، والفقرة رقم 20 اول فقرة قطنية. هيبقى الحجم بتاعها ايه؟ اكبر من حجم الفقرة رقم 19 مقارنة بالحجم الفقرة رقم 20 هتبقى اصغر منها قليلا، عشان احنا قلنا ان العمود الفقري من فوق لتحت بيبدأ الحجم بتاعه ايه؟ الفقرات بتاعته بتبدأ تزداد في الايه؟ تزداد في الحجم، وما بيبقاش فروق كبيرة من حيث الايه؟ الحجم. نيجي من تحت اللي هو من العجز للعصعص حجم الفقرات بيبدأ ايه؟ بيبدأ يقل. يعني اكبر الفقرات حجما هي الفقرة القطنية الايه؟ الاخيرة. إذا حدث إجهاد للعضلة فإن الشخص يجب أن يتوقف عن الحركة حتى يصل للعضلة كمية كافية، وشرحناها من الأكسجين عشان العضلة تاني تقوم بعملية التنفس الهوائي. ولما تتنفس هواء هينتج 38 ATP اللي هيكونوا كافيين عشان تنفصل رابط المستعرضة عن خيوط الأكتين. تتميز الأربطة بأنها بكل مما يأتي مع عدا ألياف ذات متانة قوية. طبعا صح، علشان تعرف تربط العظام ببعضها، يبقى تعمل على ربط العظام ببعضها البعض. برضك صح. وجود درجة من المرونة، هي درجة من المرونة تسمح بتمددها قليلا، ديت صح، علشان ما تتعرضش للقطع لما بيتعرض المفصل لضغط خارج. عبارة عن حزم متصلة؟ لا طبعا، ده هي حزم ايه؟ حزم منفصلة وليست متصلة. طب يقول لي في الشكل اللي قدامك ده اذكر اسم العظام التي تتصل ببعضها عند المفصل واحد. المفصل واحد اللي هو مفصل الايه؟ ايوه، مفصل الكتف. مفصل الكتف بيتكون من ايه؟ هو بيتكون نتيجة ان انت عندك التجويف الاروح اللي هو موجود عند الطرف الخارجي لعظمة لوح الكتف، بتبدأ تستقر فيه رأس عظمة العضد. يعني مكوناته ايه؟ مكوناته لوح الكتف زائد عظمة الايه؟ العضد. طب يقولك اذكر اسم المفصل رقم 1 والمفصل رقم 2. رقم 1 مفصل الكتف، رقم 2 مفصل الايه؟ الكوع، اللي هو مكوناته العضد والزند والقعبرة. مفصل الكتف مفصل واسع الحركة، زلالي واسع الحركة يسمح بحركة العظام في جميع الاتجاهات. الكوع مفصل زلالي محدود الحركة يسمح بحركة العظام في اتجاه واحد. طيب رقم 4 دي بتمثل عضلة. رقم 3 عضلة اتصلت بعظمة، يبقى 3 ده عبارة عن وتر. بيقولنا في الموضع رقم 3 تتصل العظام بالعضلات عن طريق نسيج، يبقى النسيج ده عبارة عن الوتر. الوتر زي الرباط؟ لا، مش زي الرباط. الوتر ده بيعمل ايه؟ الوتر بيربط العظام بالعضلات، وبيتميز ان هو نسيج ضام قوي، ما فيهوش درجة من المرونة، ما عندوش اصلا اي مرونة. طب الاوتار بتعمل ايه؟ الوتر ده بيساعد على حركة العظام عند انقباض وانبساط العضلات. يعني هو المسؤول عن عملية حركة الايه؟ حركة العظم. يعني معنى كده لو حصل قطع للوتر على طول هيحصل ايه؟ انعدام لحركة الايه؟ لحركة العظام. طيب الوتر ده ممكن يتقطع؟ ايوه، الاوتار بتتقطع زي وتر اخيل اللي هو بيربط بين مين؟ بيربط ما بين العضلة التوأمية وعظمة كعب الايه؟ كعب القدم، فهو اللي بيساعد على حركة كعب الايه؟ القدم. طب ايه هي اسباب بقى تمزقه؟ اسباب تمزقه اللي هو التقلص المفاجئ في العضلة التوأمية. واي تقلص مفاجئ يعني شد عضلي مرة واحدة يعمل تمزق في اي وتر. تاني حاجة انعدام المرونة في العضلة التوأمية. تالت حاجة بذل مجهود عنيف. طب ده يترتب بقى عليه ايه؟
النتائج بتاعته اللي هو اول حاجة عدم القدرة على الحركة، وده في اي وضع. ثقل في حركة القدم، طبعا بتبقى في آلام حد. طب العلاج، لو كان التمزق مش كامل فده بيكون باستخدام أدوية مضادة للالتهابات ومسكنة للآلام مع استخدام جبيرة طبية. طيب التمزق كامل، اتقطع الوتر كامل، يبقى في الحالة ديت التدخل الجراحي. التدخل الجراحي ده يحصل لو كان التمزق كامل في وتر او في رباط. طب بيقول لي اذكر الوحدة التركيبية والوظيفية للتركيب 4. التركيب 4 اللي هو العضلة، واحنا لسه قايلين دلوقتي الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية هو الليفة. قلنا الليفة ديت بتتكون من ايه؟ قلنا الليفة بتتكون من المادة الحية اللي هي اسمها ايه؟ البروتوبلازم. والبروتوبلازم ده بيتكون من سيركوبلازم اللي هو سيتوبلازم الالياف العضلية، زائد موجود فيه عدد من الانوية. والسيركوبلازم ده بيتكون من عدد من اللوليفات اللي احنا شرحناها. والوحدة الوظيفية هي الوحدة الحركية. والوحدة الحركية بتتكون من ايه؟ بتتكون من خلايا عصبية وعدد من الألياف العضلية التي تغذيها. طب يقول لنا اكتب المصطلح العلمي. إحدى عظمتي الساعد وتتحرك حركة نص دائرية حول الزند الثابتة. تمام صح. الكعبر جزء من الهيكل الطرفي بيتم من خلاله اتصال العمود الفقري بالقفص الصدري والطرفين العلويان عظام الكتف. الهيكل الطرفي اللي هو كان عبارة عن ايه؟ الهيكل الطرفي اللي هو الأحزمة، اللي هو حزام صدري وطرفين علويان وحزام حوضي وطرفين سفليان. 5 عظام رفيعة مستطيلة تؤدي لعظام الأصابع ال5 اللي هي عبارة عن الأمشاط. حركة تحدث داخل كل خلية، يبقى الحركة الدائبة السيتوبلازمية. الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية قلنا وحدة حركية. ناقل عصبي يخرج اللي هو عبارة عن الأسيتيل كولين. المخزون المباشر قلنا الATP. المخزون الفعلي قلنا الجليكوجين. الجلوكوز ده مصدر مباشر. مجموع الفقرات المتمفصلة في العمود الفقري كم فقرة؟ احنا عندنا العمود الفقري بتاعنا بيتكون من كام؟ بيتكون من 33 فقرة. ال33 فقرة اللي هم عبارة عن ايه؟ ال33 فقرة اللي هم عبارة عن 7 عنقية متمفصلة متوسطة الحجم، زائد 12 ظهرية متمفصلة متوسطة الحجم، أكبر منها قليلا، زائد 5 قطنية ديت أكبر الفقرات حجما وتواجه تجويف البطن. الفقرات ديت المتمفصلة 7 و12 و5 يعني 24 فقرة. ال24 فقرة ديت بتساعد على التمفصل للفقرات، بيساعد على الحركة وحفظ التوازن. بعد كده عندنا 5 عجزية زي القطنية، بس ديت بتكون ملتحمة عريضة ومفلطحة. وعندنا 4 عصعصية اللي هي بتكون منطقة العصعص ملتحمة، وديت أصغر الفقرات حجما. والملتحمة ده للتدعيم. طيب لو كل العمود الفقري فقرات العمود الفقري ملتحمة، يبقى في الحالة ديت ايه؟ هيفقد الإنسان قدرته على تحريك الجزء العلوي من الجسم.
وبيفقد قدرته على انثناء الجسم، وفي الحالة ديت بيصبح العمود الفقري ضعيف مما يسهل كسره، وده بيأثر طبعا على سلامة الحبل الشوكي. طيب بيقول لنا يبقى هنا مجموع الفقرات المتمفصلة في العمود الفقري 24 عشان تنقبض العضلة الهيكلية. العضلة انقباض العضلة ده محتاج مني ايه؟ انقباض العضلة ده محتاج اول حاجة ايونات الكالسيوم. ايونات الكالسيوم قلنا لها دورين. اول دور ان هي بتعمل على تحرير النواقل الكيميائية اللي هي اهمها الاسيتايل كولين، ده بره العضلة. تاني حاجة ليها دور في تكوين الروابط المستعرضة، وده بيكون جوه العضلة. تاني حاجة اللي هو الناقل الكيميائي اللي هو الاسيتايل كولين، وده اللي هينقل الاشارة من المخ او الحبل الشوكي يوصلها للعضلة فيعمل لها عملية بيديها المؤثر علشان تبدأ ان هي تصار. بعد كده لازم يكون في توافر ايونات الصوديوم، عشان ايونات الصوديوم لما بيصل الاسيتايل كولين الى سطح غشاء الليفة العضلية ويمسك في المستقبلات بتاعتها، بيترتب عليها ايه؟ مش احنا قلنا بيتلاشى فرق الجهد على جانبي الغشاء. طيب ويحدث انعكاس للشحنات. انعكاس الشحنات زي ما احنا قلنا السطح الخارجي بيبقى ايه؟ سالب، والسطح الداخلي موجب. ليه؟ نتيجة زيادة نفاذية غشاء الخلية لأيونات الصوديوم اللي بتدخل بسرعة. يعني معنى كده لو مفيش عندي ايونات صوديوم اصلا مش هتحصل فيه ازالة السقطات. لازم يكون موجود معايا اتي بي. طب الاتي بي ده عشان اصلا يتكون الاتي بي لازم يكون فيه اكسجين كافي، لازم يكون فيه جلوكوز، لازم يكون في عنصر الفوسفور. عشان كده اصلا كان جاء سؤال قبل كده بس جه في تربية وتعليم، غياب الفوسفات من عضلة هيكلية. لما يغيب الفوسفات من عضلة هيكلية او من الجسم بتاعك على حسب منهجك، يبقى هنا ايه؟ هيحصل فيه انقباض. يبقى هنا هتقول بتتوقف آلية الانقباض العضلي. آلية الانقباض العضلي دي معناها لا هتنقبض ولا هتنبسط، لان بقى هتقول هنا ايه؟ احنا قلنا في ماذا يحدث، اكتب اللي هيحصل وبعد كده قول ليه، يعني إيه دي نتيجة ايه هو السبب. هتقول لان ارتباط الروابط المستعرضة بخيوط الأكتين وسحبها للأكتين بيعتمد على توافر الاتي بي وانفصالها عن خيوط الأكتين أثناء الانبساط أو العودة إلى وضع الراحة. برضو بيتطلب توافر الاتي بي. يعني مش شرط بقى ان انت تعمل اثناء الانقباض واثناء الانبساط زي ما احنا قلناها قبل كده، يعني تشرحها بالتفصيل. يبقى كل الكلام ده عشان يحصل فيه انقباض عضلي. طيب هنا بقى اهو لكي تنقبض العضله يلزم وجود جلوكوز، ماشي، جليكوجين مش شرط، ده الجليكوجين ده احنا بنكون عاوزينه في حاله الاجهاد العضلي. كولين اسيريز، كولين اسيريز لازم العضله تكون موجوده. ليه؟ عشان كولين اسيريز ده مسؤول ان هو يحطم الاسيتيل كولين الى كولين وحمض خليج. بس ده هو عاوز ده بالنسبه لآلية الانقباض كلها. اتي بي وايونات كالسيوم عاوزين الاتي بي زي ما احنا قلنا عشان اثناء الانقباض اثناء الانبساط هي اللي هتشد، وايونات الكالسيوم هتحرر، زائد ان هي لها دور في تكوين الروابط المستعرضه. يبقى الاجابه هتبقى باء. يطلق على الاحزمه والاطراف الاربعه الهيكل الطرفي. تسحب خيوط الأكتين الرفيعة المكونة للألياف العضلية في الإنسان باتجاه بعضها البعض بواسطة خطاطيف تسمى روابط المستعرضة.
تعرف العضلات المخططة بالعضلات الهيكلية ليه؟ ده اتكرر كتير اوي في الازهر. العضلات الهيكلية عشان هي بتتصل بجهاز بعظام الهيكل العظمي. نفس الاسئله هي اللي احنا قايلينها. بص يا باشا، بيقول لك كان العمود الفقري عظمه واحده وليست فقرات منفصله. يبقى لو كان العمود عظمه واحده، لو كان العمود الفقري عظمه واحده، يبقى كده بيفقد الانسان قدرته على تحريك الجزء العلوي من الجسم والراس، وبيفقد قدرته على الانثناء، وبيصبح ضعيف فبيسهل كسره، فبيأثر على سلامه العمود الفقري. طيب، وصول الأكسجين بكمية كافية إلى عضلة مصابة بالإجهاد، قلناها كذا مرة. لما هيصل الأكسجين بكمية كافية، افتكر كده؟ أيوة صح. يبقى هنا في الحالة ديت هتقوم بقى العضلة بإيه؟ هتقوم العضلة بالتنفس الهوائي، ولما هيحصل تنفس هوائي فبتنتج كمية كبيرة من ATP، عشان في الحالة دي كل جزيء جلوكوز هيطلع لك 38 ATP. كان التنفس الهوائي كل جزيء جلوكوز بيطلع لك 2 ATP. كمية كبيرة من ATP ديت هتؤدي إلى إيه؟ هتؤدي إلى انفصال الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين، فبترجع تاني العضلة لوضع الراحة. طيب، غاب الاسيتيل كولين من الحويصلات التشابكيه، يحصل ايه؟ لسه قايلين مفيش اسيتيل كولين، لو في الحاله ديت لن تنقبض العضله الهيكليه. طب ليه مش هتنقبض العضله الهيكليه؟ هتقول لان الاسيتيل كولين اللي هو بين قوسين ناقل كيميائي هو اللي بيوصل، هو الذي يوصل الرسالة منين لفين؟ من المخ أو الحبل الشوكي إلى العضلات عشان يحصل لها عملية انقباض. حدوث شد عضلي زائد عن لشخص، لو حصل شد عضلي زائد ده بيسبب تمزق في العضلات، وتمزق في العضلات ديت ممكن يؤدي إلى حدوث نزيف دموي. غياب مجموعات الفوسفات من أنسجة عضلية اهو، لو غابت مجموعات الفوسفات يبقى بيحصل ايه؟ تناقص لجزيئات مين؟ لجزيئات ATP، هيحصل في انقباض عضلي، فتتوقف آلية الانقباض العضلي، انقباض او انبساط. ولازم تقول ليه، هتقول لان ATP، لان ارتباط الرابط المستعرضة بخيوط الأكتين بيتطلب وجود ATP، وانفصال الرابط المستعرض عنها برضك بيتطلب وجود ATP. فقدت الألياف والخلايا الحجرية الليجنين. أصلا الليجنين ده مادة قوية بتكسب النبات قوة وصلاب. طب هي بقى فقدت الألياف، يبقى ده بيؤدي إلى تقوس الخلايا وانحنائها نحو الداخل نتيجة فقدها للدعامة التركيبية بتاعتها. يعني الخلايا ديت هتصبح ضعيفة. طب بيقول لك هنا عظمة واحدة ممكن تشارك في تكوين مفصلين، واحد واسع والتاني محدود. دي زي ايه؟ زي عظمة العضد. عظمة العضد من فوق بتكون مفصل الكتف واسع الحركة، من تحت بتكون مفصل الكوع محدود الحركة. بس لا، عندك عظمة الفخذ من فوق بتكون مفصل الورك او الفخذ واسع الحركة، ومن تحت مفصل الركبة محدود الحركة. طب يقول لنا ظل الدائرة اختار برضك بتساوي عدد عظام الطرف العلوي مع عدد عظام الطرف السفلي في كل مما يأتي. الطرف العلوي احنا لسه قايلين ايه مكوناته. ايه هي مكونات الطرف العلوي؟ الطرف العلوي عضد واحدة، ساعد عظمتين، عظام اليد. عظام اليد بقى اللي هي ايه؟ اللي هو رسغ اليد 8 عظيمات في صفين. بعد كده راحت اليد 5 عظام. بعد كده الأصابع اللي هي كل إصبع بيتكون من 3 سلميات عدا الإبهام، يعني معاك 14 سلمية. طيب الفخذ اللي معلش الطرف السفلي بيتكون من فخذ واحدة، بعد كده
عظام الساق اللي هي عظمتين شظية وقصبة، وعظمة الرضفة اللي بتقع امام عظمة اللي بتقع امام مفصل الركبة لحمايته. بعد كده عظام القدم. عظام القدم اللي هي بتتكون من ايه؟ من عرقوب او راسغ قدم، اللي هما 7 عظيمات غير منتظمة الشكل. اكبرهم العظمة الخلفية اللي هي بتكون كعب القدم، اللي بيساعد هو مشط القدم على الحركة وحفظ التوازن. ومشط القدم اللي هو 5، والاصابع برضو عبارة عن 14 سلمية. يبقى هما السلميات زي بعض، ديت 14 سلمية وده 14 سلمية. الأمشاط زي بعض، دي 5 ودي 5. الرسغ ده واحدة 8 والتاني 7. الساعد هنا عظمتين، والساق برضو عظمتين، يبقى هنا اللي هو عظام الرسغ. المفاصل التي تربط عظام الجمجمة ذات الأطراف المسننة تسمى مفاصل ليفية، وديت لا تسمح بحركة العظام وما بترتبطش بواسطة أربطة، مفيهاش أربطة. تتشابه الأوتار مع الأربطة. الوتر نسيج ضام، والرباط نسيج ضام قوي، الاتنين أنسجة قوية ومتينة. الوتر بيربط عظمة بعضلة، الرباط بيربط العظام ببعضها. الأوتار ديت بتساعد على حركة العظام عند انقباض وانبساط العضلات. الأربطة بتحدد اتجاه حركة العظام في الاتجاهات المختلفة. يبقى قوية ومتينة هما الاتنين زي بعض. تتكون من نسيج ضام، هما الاتنين بيتكونوا من نسيج ضام. بتتصل بالعظام، كلاهما بيتصل بالعظام. على درجة عالية من المرونة، لا قلنا الوتر حبل متين، الرباط أسك متين. قلنا الوتر ده ممكن يجي برضك اصلا في سؤال يقول لك علل الوتر بيربط، او مصطلح علمي بيربط بين جهازين، او بين الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي. ازاي؟ هتقول لي ان الوتر بيربط بين بيربط بين العظام، والعظام مكونات ايه؟ هيكل عظم. وبيربط ما بين العضلات، والعضلات مكونات الهيكل الهيكل العضلي، او الجهاز العضلي. جميع ما يلي من انواع الحركه في الكائنات الحيه، طبعا من غير ما تفكر، هي اصلا انت ما خدتش حاجه اسمها حركه تشابكيه. الحركه الدائبه ديت قلنا حركه دورانيه سيتوبلازميه بتحصل في جميع انواع الخلايا عدا الخلايا الميته. حركة موضعية ديت حركة عضو بالنسبة لباقي أعضاء الجسم، زي حركة الانتحاء ديت حركة موضعية. حركة النوم واليقظة ديت حركة موضعية. الحركة الكلية ديت بتخص الحيوانات، اللي هي حركة الكائن الحي من مكان لمكان تاني، يا إما بحثا عن الغذاء يا إما تلافيا لخطر ما. الحركة الكلية قلنا الغرض بتحصل في الحيوانات يا إما بحثا عن الغذاء يا إما تلافيا لخطر ما، يا اما عاوز يتجوز اللي هو بحثا عن الجنس الاخر. طيب تستجيب طبعا الحركه الكليه قلنا دي بتاعه الحيوان، وديت بسبب انتشار الحيوانات، وكل ما زادت وسائل الحركه وكل ما كانت قويه كل ما زادت انتشار الكائن الحي. انت في الازهر مش هيجيلك بتحصل في النبات ولا لا، عشان احنا قلنا هو بتحصل في النبات في طحلب اسمه طحلب الكلاميدوموناس، بس انت مش ما بيتعرضش للجزئيه دي عندك. تستجيب لعضله للحفز العصبي، العضله للحفز العصبي في وجود ايونات صح الصوديوم. عدد الفقرات الملتحمه، ما احنا قلنا انت عندك 33 فقره، فيهم 24 فقره متمفصله لسه حلينهم، يبقى كام ملتحمه؟ يبقى 9. رسغ اليد ورسغ القدم. رسغ اليد بيتكون من 8 عظيمات، ال8 عظيمات منتظمة الشكل، بتوجد في صفين. رسغ القدم بيتكون من 7 عظيمات غير منتظمة الشكل، أكبرهم العظمة الخلفية. العظمة الخلفية اللي هي الكبيرة علشان هي بتكون كعب القدم اللي بيساعد هو ومشط القدم على الحركة وحفظ التوازن. قلنا رسغ اليد ده
الطرف العلوي من فوق يتصل بالطرف السفلي لعظمة القعبر، ومن تحت طرفه السفلي يتصل بعظام راحة اليد. يعني هي الأسئلة أصلا مكررة نفسها. المفاصل اللي فيها المفاصل الغضروفية احنا شرحناهم قبل كده ورسمنا تركيب العضلة الهيكلية، واتمنى ان هو يكون اللي انا قلت يكون اتفهم، وان لميت اكتر قدر من اللي موجود عندنا في الدعامة والحركة. اي سؤال او اي استفسار في الدعامة والحركة ابعتولي وانا ان شاء الله هحللكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.